عزيزيني وعزيزاتي، معاكم عقارينو. هناخد نفس عميق قوي ونغطس في بحر التكنولوجيا. البحر اللي هو المفروض يكون صافي وكلير وواضح زي بحر مراسي، لكن على أرض الواقع هو عامل زي بحر بلطيم، مليان قلاليط عيال صغيرة، ومش بعيد وانت نازل تاخد غطس تاخد حفاضة عيل شرقاوي في وشك تموت مخنوق. العالم كله دلوقتي بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي، بيستخدمه في الاوتوميشن والداتا اناليسيز، لكن عندنا في مصر الموضوع مختلف تماما. تلاقي الواحد من دول بيستخدم الاي اي عشان يحط صورته مع كريستيانو رونالدو، صورته مع جورجينا على البحر. اوكي، اي نعم جورجينا تستاهل، ولكن احنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في الهلس والتفاهة. في الوقت اللي العالم كله بقى بيستخدم الاي اي، لسه بنستخدم الطرق التقليدية. تلاقي المكتب العقاري باعت لك على الواتساب رسالة فيما معناه جاي ولا الدور الجاي. مشكلتنا ان احنا بنستخدم التكنولوجيا في حاجات تافهة جدا، مع ان استخدامها في حاجات مهمة ناس كتير سبقتنا، لكن احنا لسه زي ما احنا بنستخدمها في التفاهة والهلس. وطلع لنا اليومين دول كائن غريب جدا اسمه السوق العقاري المتطور، بس هو بعافية شوية. ونيجي بقى هنا للكارثة اليومية. المشتري بيدور على شقة، يفتح موقع يلاقي شقة مساحتها 170 متر لكن سعرها مليون و800. يفتح موقع تاني نفس الشقة بالظبط، يلاقي مساحتها 180 متر بس بمليون 750 ألف. طب ازاي؟ بناء على ايه؟ التسعيرة دي اتسعرت بناء على ايه؟ فين التسجيلات؟ والشبح اللي بيقص ويلزق الاعلانات ايه؟ عملتها ازاي؟ ازاي مفيش منظومة اي اي واضحة وبروبتكت تجمع ما بين المشتري والبايع؟ يعني نجمع ما بين عم محمد اللي عايز يبيع الشقة واستاذ احمد اللي عايز يشتريها. بالله عليكم، التكنولوجيا العقارية مش معناها صور كتير ولا مزيكا لطيفة ولا مكالمة تارجت جامدة ولا موظف بيكلمك يقول لك الحق بسرعة قبل ما السعر يغلى. هي كلها بقت بروكرز ولا ايه؟ السوق كله بقى معلمين، امال مين اللي بيتضرب؟ احنا محتاجين رقمنة بجد، مش رقمنة ناشفة، لان في دلوقتي ناس رافعة شعار الرقمنة مسؤولية. الرقمنة مسؤولية، مش مجرد تحط اعلان على الفيس وهيعيش ويخلف وتنساه. التقدم مش بوست حلو على الفيسبوك ولا كول سنتر يقول لك مزد. التقدم ان المشتري يخش يلاقي معلومة واضحة نظيفة تحترم وقته ومجهوده وفلوسه. ولحد ما ده يحصل احنا هنفضل ننخرب ونفتش ونقول الحقيقة بصوت عالي، صوت يمكن يصدع بعض الناس، ولكن هي دي الحقيقة اللي احنا دايما هنقولها وهنفضح بيها ناس كتير. كان معكم عقارينو، سلام عليكم.